السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، في الحصة القادمة سنحاول أن نشرح درس فقه الأسرة، الزواج، الأحكام والمقاصد. سنعرف بمفهوم الزواج، ثم مقدمات الزواج، الخطبة، حكم الزواج، أركان الزواج، ثم بعدها سنعرف بشروط الزواج، مقاصد الزواج، سبل تحقيق مقاصد الزواج، ونتطرق إلى التقويم، يعني تقويم الوظيفة الاجتماعية وتوظيف المكتسبات، ومن بعدها كيف أكتسب الخصال الحسنة والأخلاق الكريمة التي تؤهلني لأحيا حياة زوجية سعيدة، أي التشبع بالقيم من خلال طرح سؤال عن مفهوم العلاقة الزوجية في ظل تحولات الحياة.